السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أنا العينين وأنت القدمين، تلك المقولة الشهيرة التي تتحدث عن أغرب وأجمل صورة التقطت في سوريا لرجل أعمى يحمل قزما مشلولا عام 1860، وتعتبر من أطرف وأعمق الصور المعبرة عن صداقة الأقزام. كان الرجل القزم المشلول الذي اسمه سمير يعتمد على الرجل الأعمى محمد في تنقلاته عبر شوارع المدينة، فيما كان الأعمى أيضا يعتمد على القزم لإرشاده على الطريق وتحذيره من العوائق. فالقزم المشلول يرى والضرير لديه قدرة على المشي، تعاونا معا ليكملا بعضهم البعض في هذه الحياة القاسية. والأجمل من ذلك كله أن الرجل القزم المشلول كان نصراني الديانة، فيما كان الرجل الأعمى مسلم، وكانت علاقة الصداقة بينهما قوية، حيث أن كلاهما كان يتيما، وكانا أيضا يعيشان في منزل واحد ويعملان في نفس المكان تقريبا، حيث كان الرجل القزم يعمل حكواتيا في أحد المقاهي الدمشقية، فيما كان الرجل الأعمى يعمل ببيع البليلة أمام المقهى. ويقال أنه حين توفي الرجل القزم حزن الرجل الأعمى حزنا شديدا، وتوفي بعده بأسبوع واحد من شدة حزنه على نصفه الآخر. علاقة سمير ومحمد تظهر لنا كيف كانت سوريا الجميلة بتنوعها وبترابط نسيجها، وتثبت لنا أن الإنسان يحتاج الإنسان الآخر مهما كان دينه.